هم يكرموا مجموعة من المكرمين، لكن الحقيقة كنا كلنا سعادة وكل زملائه كانوا سعداء جدا بهذا التكريم للنجم الشاب حمزة العيلي، واللي موجود معانا النهاردة يعني أدوار جميلة وتواجد رائع. وكنت بشوفك في مهرجانات مختلفة، نتقابل في حاجات بعيدة شوية عن القاهرة، لكن النهاردة التكريم أكيد ليه طعم خاص، تكريم في الفيوم. قول لي استقبلت بقى تكريمهم ده واختيارهم ليك إزاي؟ الحقيقة أهلا بيكم طبعا السينما. أنا مبسوط جدا وفخور جدا ومتشرف إن أنا بتكرم في الدورة الأولى لمهرجان الفيوم السينمائي الدولي للبيئة والفنون المعاصرة، أفلام مشاركة من كل دول العالم. شايف إن هي بداية قوية جدا للمهرجان. بشكرهم جدا كل الأساتذة والزملاء الأصدقاء الأعزاء المنظمين للمهرجان، طبعا المخرج الكبير الاستاذ هاني لاشين، والناقده السينمائيه الكبيره الاستاذه ناهد صلاح، وصديقي وعشره عمري سيد عبد الخالق، والنجم الكبير احمد مجدي، استاذ سمير شاهين، استاذه نرمين عامر، وكل الشباب اللي منظمين المهرجان في منتجع فينيسيا. هنا منتجع جميل جدا على بحيره قارون، حاجه يعني رائعه جدا، فشرف كبير. يمكن فكرة المحافظات والقاهرة دايما كانت هي اللي واخدة الجو على طول من كل الناس، لكن هنا دلوقتي لقينا كله بيتحرك، اللي راح الأقصر واللي راح أسوان واللي راح واللي عمل في الجونة. بتشوف ازاي لشباب المشاهدين وشباب الفنانين لما بتبقى انت موجود هنا، وانا شايفة كل الناس بتتصور معاك، كل الناس حباك، التواجد مع المشاهدين والمعجبين في محافظات مختلفة بيمثل لك ايه كفنان؟ والله يعني لو عليا انا نفسي الف على الناس كلها واحد واحد في بيوتهم على جميع مستوى محافظات مصر. فطبعا حاجة حلوة جدا انه يحصل مهرجانات في المحافظات بالذات اللي هي ليها تاريخ يعني سياحي واثري عريق. يعني الفيوم منذ عهد القدماء المصريين دي كان اسمها مصر الصغرى، وفيها بقى معالم سياحية كتيرة جدا. فاحنا طبعا بنحرك السياحة جدا، وكمان بنوصل للناس اللي مش عارفة تجيلنا فعلا زي ما حضرتك قلتي، سواء القاهرة او اسكندرية. يمكن هقول لك احساسك بقى بالتكريمات. دايما كده الواحد يحب يبقى يكرم عن اعماله، لكن انت عملت حاجات ليها كتير اصداء، وعندك قدرات تعمل اكتر واكتر واكتر. بس قول لي بقى صدف التكريم ده من اعزاء زي ما انت قلت لي كلهم مجموعه من الاصدقاء قبل ما يكونوا زملاء، اصدقوا ايه عليك؟ الحقيقة يعني هو تكريم ذو طابع خاص جدا بالنسبة لي، لانه حاسس ان هو خارج من الاساتذه اللي كرموني بصدق. حاجه مشرفه جدا. يعني انا مبسوط جدا ان انا بتكرم كمان في دوره المهرجان الاولى دي، حاجه ليها وقع تاني عندي. فبشكرهم جدا والله وممنون ليهم جدا. طب قولي الفيوم بقى ليها ذكريات عندك شخصيه؟ جيت قبل كده قرية تونس، هنا قعدت فيها لوحدي، كنت بحب اجي اذاكر هنا. ورحت وادي الحيتان، يعني حاجة رائعة جدا. وبحب الفيوم، بحب جوها وبحب سحرها وهدوءها وشعبها الجميل الكريم جدا. فمبسوط والله ان انا موجود هنا في التكريم الجميل ده. لا الحقيقه واحنا سعداء كمان بالتكريم ده. نجمنا حمزه العيلي اللي موجود ومكرم في اول دورات المهرجان وموجودين معاه النهارده، الحقيقه بنقول لك الف مبروك. الله يبارك فيك. ودايما في انتظار ادوار اكتر واكتر، ونتابع بقى مع مشاهدينا، نتابع معاكم برضو فعاليات الدوره الاولى ودخول الحاضرين.